البيت. انا في الكليه الصبح، طول النهار كنا في الكليه وخلصنا الكليه. انا حاليا في مكتبه الجامعه دي من ورا، ده من بره الجراج بتاع البسكليتات العجل، وانا جوه المكتبه نفسها من جوه يعني. فانا في الدور الارضي عشان باكل حته شوكولاته بنفسي فيها، وكل يوم قاعد في المكتبه تقريبا من ساعه ما خلصت الكليه وانا قاعد في المكتبه، وهقعد لحد الساعه 8 بالليل. احنا حاليا دلوقتي الساعه 6:30. فانا هنا في المكتبه من الساعه 12 دور تقريبا. خلصنا من الجامعه النهارده بدري شويه، فقررت ان انا اقعد اذاكر لان بكره عندي تجربه على مريض في مستشفى الجامعه هنا، مش تبع شغلنا، هي تبع الكليه، بس هم اللي بيختاروا لنا المرضى. يعني في تجارب على مرضى بمزاجنا، وفي تجارب على مرضى مش بمزاجنا، على حسب السيناريو هيبقى عامل ازاي. فبكره انا عندي تجربه حوالي 8 ساعات او 7 ساعات ونص حسبناها، وساعه بريك في النص يعني. فاحنا بنجهز للسمره دلوقتي، كنت شغال عليها فوق دلوقتي. انا قاعد في الدور الاول، في لحد 4 ادوار، طبعا نصها بيبقى صامت ونصها بيبقى ناس بتتكلم عادي. لو انت في جروب نقاشات وفي شاشات تحط عليها ال HDMI كابل، وبعد كده تقدر تشغل بقى تعمل برزنتيشن لحد، تشرح جروب في شغل جروب مع بعض، ورك شوبس ولا حاجه بتبقى مع بعض. ففي جزء صامت ممنوع حد يتكلم فيه ربع كلمه، وفي جزء تاني غير صامت. طبعا احنا كنا اول يوم لنا في الكليه عملنا لنا اورينتيشن للمكان ده كله، فكان كل طالب جه، في حد استقبلنا، وكل طالب لابس سماعه في ودانه، وفي واحد بيتكلم في الميكروفون ويوضح لنا كل مكان المكتبه عامله ازاي يعني. لكن انا كنت عارف المعلومات اللي انا معظمها سمعتها، وكنت عارف معظم المعلومات لان كنت باجي هنا باصحابي قبل كده، والحمد لله. زي ما انتم عارفين انا حاليا في الترم الثاني، والمره دي جاي اتكلم على حاجه مختلفه شويه، الا وهي حاله الصدمات في المانيا. انا واحد مصري، يعني انا مصري جدا كمان، انا مش شرقيه، والفراخ مش عندنا، مش ايه الهوراك ماشي. فاحنا عندنا كده الفراخ مش ايه الهوراك، بس بنتكلم عادي خالص يعني. فطبيعي لما اجي المانيا فهلاقي الفراخ ايه الهوراك للاسف. فاختلاف ثقافات واختلاف لغات واختلاف تعامل اجتماعي واولويات وتحديات، طبيعه جو، طبيعه تعامل اجتماعي، عامل نفسي، طبيعه الشغل، طبيعه وظيفه الشغل نفسها عامله ازاي، المهارات الوظيفيه في الشغل عامله ازاي. فكل ده مختلف خالص طبعا. فعشان بس الدراع بدا يوجعني. فانا جاي اتكلم النهارده على شويه صدمات لاي حد ممكن يمر بيها، او هو اوريدي لو هو عايش هنا مر بيها، او لو يجي قريب هو ممكن يمر بيها في يوم من الايام. انا مش جاي اتكلم بشكل عام، انا جاي اتكلم على التمريض بالذات. فمثلا انا فاكر انا لما كنت في مصر، لما كنت لسه في اول فتره ليا في التمريض، ما كنتش عارف حاجه، فكان حد بيوضح لي نظري، واحيانا يقول لي يا عمرو خش معانا وخليك معانا واتفرج، وبعد كده هنعلمها لك مع الوقت. هنا في المانيا العكس تماما، خد المعلومه نظري كامله وافهمها كويس، وتعمل برزنتيشن او تعمل حساب، يعني تعمل برزنتيشن او اللي هو تمثيل او ستيميوليشن او هتعمل تجربه، او هيتاكد انك فاهم على طريق امتحان ايا كان، يتاكد انك فعلا مستوعب المعلومه كامله، وبعد كده يخليك بقى تخش الحياه الكلينيكال. يعني انه دخول الحياه المستشفيات بالذات مش اللي هي ايه بطيخه كده يلا يا باشا وخش يا باشا ونجرب واحنا نتعامل مع بعض، لا ده دي لازم شهادات وحوارات عشان تعمل. فدي من الصدمات الاولانيه. طبعا الصدمات الثانيه بقى المهام الوظيفيه للممرض هنا مختلفه خالص عن مصر في حاجات كتير، بس بحدود. ايه تاني؟ يعني مثلا انا فاكر لما كنا اول مره راكب قسطره للمريض بوليه، انا كنت لازم اخد اذن من ناس كتير لان مش معايا ورقه، القانون مش معايا ورقه. بعدها طلعوا لنا ورقه بعد كده، قصه لائحه داخليه بقى، ولازم نتبع التعليمات الجديده وما اعرفش. في مصر انا فاكر عمر ما حد قال لي انت معاك شهاده تركب قسطره، خش يا باشا تمريض، خش بقى عايزك اركب لي قسطرتين هنا. فدي تجربه من التجارب، بس ممكن يكون حد شايفها حاجه مضحكه، بس انا شايف ان دي حاجه مميزه جدا. من الصدمات الثقافيه اللي بمر بيها ان لما حد يديني ميعاد او انا ادي ميعاد لحد يجي في ميعاده. انا بقالي سنين انا الحمد لله من الشخصيات المنظمه في مواعيدي شويه، حتى انا قبل ما اجي يعني انا كنت منظم شويه في مواعيدي شويه في الموضوع ده. كنت بدي مواعيد لحد ولا حد يديني مواعيد الاقيه جاي في ميعاده حرفيا، كنت بستغرب يعني انت كويس.
انا اسف ان انا عناية فيها سواد من تحت، لان امبارح سهرت شويه، روحت البيت متاخر بعد الكليه وسهرت شويه بذاكر، فمع ذلك بس مش احسن حاجه بس. فده موقف من المواقف ان حد يجي لي في ميعاده ده، يا لهوي. ان انا اتعامل مع موظف مثلا في مؤسسه حكوميه وابعت له ايميل يرد عليا يقول لي المهمه اللي انت عايزه اعمله لك في الايميل وخلاص، فالايميل يعتبر معامله رسميه. انا فاكر كان لسه خلص مصلحه في يوم من الايام بالايميل، فسالني الموظف يعني ايه ايميل اصلا، فادركت ان انا في نقطه تانية. فمش بقول ده حلو ولا ده وحش، وانما بقول اختلاف ثقافات. أنا مش جاي اقارن، انا جاي اوضح الفرق. سوري، انا مش جاي اقارن ولا جاي اوضح الفرق، انا جاي اوضح الاختلاف ما بين الاثنين. تمام، عشان الكلام بقى ايه بيتحور ويخش في سين وجيم وقصص حزينه. انت كممرض انت مطالب منك ايه بقى كصدمه عاطفيه في المجال بتاعنا، الا وهي فكره ان احنا بنمر بحاجه طبيعيه، ان احنا جايين من بيئه مختلفه عن البيئه اللي احنا فيها حاليا. ده الطبيعي جدا مقابل اي حاجه. فلما تيجي نفسك اتعلمت لغه الماني وهوخ دويتش ولغه المانيه فصحى، فجاه كده تنزل الشارع تلاقي الناس بتتكلم باللغه العاميه، فانت خدت الصدمه. حرفيا والله خدت الصدمه. فانت خدت الصدمه فعلا، خلاص شكرا. ده الطبيعي. احنا في الشارع بنتكلم بالعاميه، في الكليه بنتكلم بلغه علميه اكاديميه بحثيه. لغه مختلفه خالص. في الامتحانات الالمانيه بنبتدي نتكلم فصحى بس. الموضوع صعب، الموضوع بس هو ده الطبيعي وده المتعارف عليه. انت لما بشوف مثلا ناس من بادن فيرتمبرج، دي محافظه في جنوب غرب المانيا، بيتكلموا لهجه مش طبيعيه، مش فيبي اسمها كده، هي اسم اللهجه. ف او هايما دي، ده الجزء الشرقي والجزء الغربي من نفس المحافظه، يعني حاجه كده زي المانيا البلد والمانيا المحطه. ف حاجه زي كده. البايرن مثلا اللي هم فيها ميونخ بقى وماتش ميونخ وتوماس مولر، الناس اللي بتحب في توماس مولر عشان دي هذا غلطه في اللغه الالمانيه، لو انا قلت اسمها مولر مالناش دعوه، مش جايين نصلح لبعض. فدي مثلا مواقف اللي هو اللهجات. انا كنت عايش في مدينه ثانيه، لهجه ثانيه بتتكلم زيكس شيء ديالكت، هي اسمها كده يعني. عمرو النبراوي. فده اختلاف ثقافه. انا مثلا المدينه اللي عايش فيها عمرو النبراوي، يعني اللهجه نفسها صعبه يعني، بس ده طبيعي مالناش دعوه. بس انا مش جاي اقارن، وانما جاي اوضح الفرق. ده جزء من التعامل، ان اللهجه نفسها مختلفه شويه. الصدمه الاولانيه بقى انك هتيجي تلاقي بلد شكلها الى حد ما نضيف شويه، في نظام جامد، مفيش اشارات مرور ضوئيه كتيره، بس في اشارات لوحات كتيره، فده بيتسهل عليك التعامل. انا فاكر يعني مره كنا ماشيين على خط ابيض بتاع المشاة، على دايره اللي هي الصينيه بالنسبه لنا، فكنا سبحان الله وقفنا على الخط الابيض، فالعربيات كلها وقفت. انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، الناس كلها وقفت، العربيات كلها وقفت مستنيين اعدي الناحيه الثانيه، من غير ما يقولوا لي، من غير ما يزمروا، من غير ما اشاور لهم، من غير اي حاجه. فكانت بالنسبه لي صدمه، يعني انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ عرفت بعد كده ان انا الاولويه لي انا كمشاة ان انا اعدي الناحيه الثانيه، او لو مش هعدي اشاور لهم واخليهم يعدوا عادي خالص العربيات. فدي مثلا، فانت تحس ان اول مرحله بتسميها انا الهاني مون، الحياه جميله وماما حلوه والجو لذيذ. وانا فاكر اول ما جيت كنا في شهر 5، انا جايب الجاكيت بتاعي البامب اللي كنت جايبها في مصر، حرفيا السوسته اول يوم ما اشتريتش. السوسته مش عايز تمشي البامب، فقلت في ايه. عرفت بعد كده ان كل حاجه هنا لها معايير مختلفه شويه. الجو اول ما وصلت الجو مختلف بالنسبه لي، الشمس موجوده لحد الساعه 10 بالليل في شهر 5. يا عم الحاج الساعه 10 بالليل في عايز انام، انا عندي المستشفى، كان عندي المستشفى المفروض اصحى الساعه 4. انت متعود بقى تصحى بدري جدا، انت فانت لازم اكون في المستشفى الساعه 6، فاصحى 4 اخد دش او افطر، اصلي الفجر او اصلي الصبح او بالمنزل، والحق الباص عشان يوديني المستشفى. فانت فتره معادله بقى، فانت ما ينفعش تهزر فيها. انت بالمصري انت بالقلم الرصاص، يعني انت في اي لحظه مساحه او استيكه او جومي او تميح على طول. فالموضوع كان تحدي شويتين، فالحمد لله عدينا المرحله دي على خير. بس كان في تحديات كتير، منها اول مرحله بتبقى الهاني مون، بس انت مستغرب هو اللي بيحصل. في جنينه حواليك، في ضريبه بتدفعها اخر الشهر وضريبه قويه للاسف، بس في نفس الوقت انت بتقول بستفيد على الاقل بالجنينه اللي حوالين البيت اللي موجوده بتاعت الحكومه في الشارع يعني.
على الاقل في خضره، في نظافه، في فبس يعني دي بنعتبرها اللي هي ايه، زي اسمها ايه، زي ضريبه، حاجه مقابل حاجه، فده طبيعي. فاول مرحله تبقى هاني مون، حرفيا هاني مون جدا. دي ممكن توصل معاك لحد مثلا مرحله يعني اول شهر مثلا او اول اسبوعين، هتتعود بعد كده بقى يحصل بقى ايه ده، انت دخلت في مسؤوليات، عندك امتحانات، عندك تحديات، دي تلاقي نفسك لبست. تاني مرحله بنسميها ايه، فرستريشن، اللي هو الاحباط. انا ايه اللي جابني؟ انا ايه اللي وداني؟ انا ما كنت قاعد في الشرقيه والدنيا حلوه والفراخ مالها مش الى وراك. بس سبحان الله كل حاجه باظت. نفسيا. فربنا كرمنا اول مره نصلي الجمعه، كنا يعني لما جيت كان لسه في كورونا، فانت كان لسه في لوك داون محترم، فاعمل ايه. فربنا كرمني بدكتور، يعني مش عايز اذكر اسمه عشان انا نسيت اساله، اذكر اسمه طويل ولا لا. ربنا يبارك فيه، او فارس، ربنا يبارك فيه ويحفظه جميعا. بعد كده ربنا كرمني بدكتور، برضه هنقول اسماء، طب مش هنقول اسماء، يعني في دكتور تاني ربنا كرمني. ولما تعبت بعد شهرين من المانيا، تعبت واشتباه، مشكله حصوه، وبعد كده طلعت املاح، وكان كلى شمال فتره ما اشتريتش بسبب الجرعه الثانيه من كورونا، كانت قصه طويله حزينه كده. فكانت مرحله فرستريشن عاليه جدا. فطبعا انا قعدت شهرين تقريبا ما اروحش المعادله، ما اروحش المستشفى، ما اروحش اي مكان، ان انا لازم اكون مرتاح في البيت. فطبعا خدت مني وقت نفسيا جامد، انا قاعد في البيت طول الوقت نفسيا متبهدل مش قادر. طبعا الحاجات دي كلها مصورها فيديو، انا مصور حرفيا كل حاجه من ساعه من يوم خرجت فيه من القاهره، من مطار القاهره، وانا بصور تقريبا فيديوهات وصور كل حاجه بروحها وبشوفها بعينيا، لدرجه ان بقى عندي الحمد لله حوالي 2 جيجا ونص صور وفيديوهات بس للمرحله دي كلها، حوالي الاربع خمس سنين اللي احنا فيهم دول. فالحمد لله ربنا اكرمنا باخواتنا وحبايبنا وجيراننا، يعني ربنا يبارك فيهم. مش عايز اذكر اسم حد عشان هم طلبوا مني ما اذكرش اسمهم. ف وقف جنبي الحمد لله، وبعد كده وقفت خلاص المعادله الاولى، والحمد لله خلصنا المعادله الثانيه وطلعنا الرخصه وظبطنا الامور واستقرينا واحده واحده. دخلنا بقى على مرحله الادجستمنت، اللي هي يعني فهمنا خلاص وتكيفنا وتأقلمنا، والجو عرفنا ان هو في حاجه اسمها توقيت صيفي وتوقيت شتوي، والمواعيد اختلاف المواعيد، الصلوات مختلفه خالص طبعا شتوي وصيفي، فده طبيعي مع الوقت. وبعد كده تكيفنا على الوضع، فخلاص بقى يعني دلوقتي انا لابس نص كم بس في الجاكيت فوق، درجه الحراره كام؟ 12 13 فوق الصفر، بالليل هتنزل تحت الصفر، مش تحت الصفر قوي يعني، تبقى فوق الصفر حاجه بسيطه. النهارده وبكره تبقى الجو برد. يوم السبت درجه الحراره 25، سبت وحد. فانت مستوعب النهارده الثلاثه بالاربعه، وانت طلعت. انا اسف والله تعبان. انا الاربعاء والخميس هبقى في المستشفى تبع الكليه، وبعد كده الجمعه والسبت تبع الكليه برضه في المحاضرات. بس يوم السبت عندنا الحمد لله لعب تنس، يعني تيبل تنس، يعني تنس طاوله، يعني بينج بونج. فهنلعب شويه بينج بونج، يعني نهدي الاعصاب شويه، لان انا عندي امتحان 28/5 للاسف. فده جزء من التحدي، ان انا اتقبل التحديات اللي بمر بيها الفتره ديت، فلازم امر بيها. نفس الفكره دلوقتي انا بمر حاليا في التحديات الكليه، باللغه، بالاكاديمي، بالتعاملات الاجتماعيه، مجتمع تاني انا دخلت فيه اصلا، فده كله تحديات في بس تحدي عنيف شويه. تيكت اور ليف ات يعني. فانا قررت ان انا اعيش التجربه. فده اختلافات كبيره جدا. اختلاف مثلا ان انا اتكلم مع حد مثلا احنا متعودين احنا كمسلمين نخش اليمين هو اللي يدخل. انا بدات انسى فتره الموضوع ده. انا مش متعود ان انا ادخل من على الشمال، انا استنى اكون على اليمين عشان ادخل انا، يا اما اللي على الشمال يستناني وانا بدخل الاول. انا بما ان على اليمين تيمنوا، يعني بما ان يعني ذكر في الحديث الشريف، بس انا مش عايز اللي هو في ناس مش فاهمه دي، في ناس مش مستوعبه دي، ناس مش بتعامل مع كل الناس العرب، انا بتعامل مع ناس ثانيه اوروبيين واجانب بقى، روم بقى وفرس وحاجات يعني. فانت مش كل الناس متفاهمه ثقافتك، ده طبيعي، ده طبيعي جدا. صعب جدا انك توضح الحاجه دي. ف الحمد لله في نقطه ثانيه من الحاجات. انا مثلا يعني انا من ساعه ما جيت المانيا انا ما حدش سالني سؤال شخصي، ما حدش بيسالني سؤال شخصي. دي حاجه انا شخصيا اصلا ما بسمعش حد يسالني سؤال شخصي، يعني حد من خارج اسرتي يعني. لو حد سال سؤال شخصي ما بردش عليه، ده طبيعي، لو ما بردش عليه يعني هو ما اعرفش، ممكن اغير السؤال عادي خالص بكل براءه يعني، بكل وضوح. مش عشان حاجه، عشان مش عايز اجاوب، مش متعود اجاوب على اسئله شخصيه. حتى
لما كنت في مصر مش بحب اجاوب على اسئله شخصيه، انا لو عايز احكي هحكي، لكن مش عايز احكي ثانيه. طبعا مع الوقت اتعودت على حاجه زي كده. ادركت ان ده موجود هنا شبه اجباري، يعني محدش يسالك انت رايح فين، جاي منين، اتجوزت، ما خلفتش، انت لو عايز تحكي احكي. عندك كام اخ، عندك كام اخت، عندك كام اب، الحاجات دي. دلوقتي بقى وصلنا لمرحله انت لو عندك كام سنه، يعني القانون اللي لسه اليومين دول ما ينفعش تسال حد تقول له انت عندك كام سنه. في كذا قانون اتغير الاسبوع اللي فات ده، فالدنيا خربانه، انا ماليش دعوه. انا ما بسالش اي حد اصلا اسئله شخصيه، ده عايز يتكلم، مش عايز يتكلم ولا يفرق معايا. فده جزء من الثقافه. طبعا من اكتر الاسئله الشائعه مثلا حاليا عندنا، مثلا لحد السنه اللي فاتت، لحد الاسبوع اللي فات كمان، كان ممكن حد لما تيجي تشتغل على شغل جديد تقول لك يا باشا انت بتاخد ايه، كام في الشغل القديم؟ ما ينفعش تكذب فيها لان الحاجات دي بتتعرف، معروفه يعني. فانت بتقول قلت لك قانون الاسبوع اللي فات ما ينفعش تقول تاني، خلاص ما ينفعش حد يسالك سؤال زي ده تاني بشكل قانوني. يعني لو حد سالك من حقك ما تجاوبش خالص، وبالعكس انت ممكن تقول له يا باشا انا مش عايز اكمل خلاص. لو وصل هو للمرحله دي، شفت وصل فين من باب الخصوصيه. في حاجه كمان من باب الصراحه، الدبش. انا تقريبا معظم الناس اللي اتعاملت معاها بثقافه اوروبيه يديها لك في وشك على طول. اظن الكلام واضح يعني. انت كشك تخين ليه؟ انت خدودك عامل كده ليه؟ شعرك كده ليه؟ انت ليه في سواد عين تحت عينيك؟ انت ليه بشرتك معرفش ايه؟ انت هتعمل ايه في الصيف ده؟ انت خارج مع مين؟ انا من الشخصيات اللي هو ريح الزبون، اربط الحمار ولا البردعه، ايا كان الحمار ولا الحصان ولا ايا كان، يعني في حيوان يعني بيتربط يعني مطرح ما هو صاحبه عايزه. لا الموضوع صعب يعني. انا لو شفت انا مثلا، لو حد شافني مثلا عملت حاجه غلط في الشغل مثلا، مش شغل خطيره وانما شغل حاجه عاديه مثلا يعني، بذاكر دلوقتي مثلا، انا بذاكر حاليا وبذاكر ماده MVE اللي فوق اتس واي، دي اسم ماده MVE 1 اللي فوق اتس واي، دي اسم الماده اللي انا بذاكرها عشان عندي بكره فيها تجربه. فممكن حد يقول لي انت بتذاكر ليه يا عم؟ خلينا ايميل لنفع يعني، ده ابسط. انا بتكلم بالمصري عشان بس دي ثقافه عربيه. فانا ممكن اقول له انت مال امك، يعني انا اسف، انت مال خالتك، انت مال تيتك. ده ممكن يتقال، ممكن. لكن لو انا الماني بقى جد، انا في موقف حصل معايا وانا من زمان، بس انا لو سكرت هيبقى مش لطيف. فممكن اقول انت مالك، ابسط شيء، لانه مش من حقي يتاخد ده سؤال شخصي. انا الصراحه بقى اقول له طب وانت مراتك حامل من مين؟ صريح وانت بجح بقى، فانت وصلنا لمرحله البجاحه دي. ففي حاجات حرام كتير يعني، بس انا انا عشان كده من الحاجات اللي انا مش عارف اصور حد حواليا، عشان النهارده الجو برد شويه، بس احنا جوه المكان جوه المبنى، فكلنا بنقلع تقريبا. فانا اسف ان انا كلامي ممكن يكون عنيف شويه، بس ده حاجات الصراحه، حاجات موجوده على الواقع يعني. ممكن يكون ما تتحكيش بالنسبه لحد تاني، بس انا بحكي من باب المعرفه بالشيء يعني، عشان ما يجيش تتخض انت كمان زي يعني. في حاجه اسمها كوايت اورز، يعني من الساعه 10 بالليل 6 الصبح، لو راجل شد السيفون، لو راجل شغال غسالة اوتوماتيك او غسالة الاطباق او مكنسة الكهرباء او اي حاجه بتعمل صوت، خلاط، اي حاجه، حتى لو مروحه، لو راجل شغال. تلاقي البوليس بيخبط عليك، اهلا وسهلا، حضرتك المره دي هديك تحذير، المره الجايه صباح الفل هتاخد غرامه محترمه. الموضوع مش هزار. المانيا ما فيهاش فيها قانون موضوع السيفون ده بالذات، بس سويسرا معروف انها من اكتر الحاجات العنيفه انك ما تشدش السيفون بعد الساعه 10 بالليل. طبعا ازاي تتكيف مع الثقافه دي، لانك انا شخصيا الحمد لله ربنا كرمني وكان معايا وقت قبل ما اسافر ان انا اتعلمت اتعامل شويه زي مع المرضى، وكنت بتعلم على كورس اي كير ما اعرفش ايه كده، بس هو حاليا الموقع اتقفل وعملوه كتاب يعني. الكلام ده 2019، احنا لسه في 2026، فمشوار بعيد يعني. انا كنت قعدت شويه على اليوتيوب وقعدت شويه على اي كير ده، والحمد لله ربنا اكرمني. طبعا دلوقتي في حاجات دلوقتي اكتر بكتير، ابلكيشنز وكتب ويوتيوب شانلز وحاجات بتوضح لك اكتر من دلوقتي يعني. ان شاء الله في دلوقتي ناس كتير قوي بتتكلم الالماني وتقدر تخش على الكابشن ترانسكريشن، يعني ترجمه
يعني ترجمه وتشوف بالعربي او بالالماني او بالانجليزي باي لغه انت عايز تقراها. فالموضوع بسيط يعني. انت بتتكيف ازاي بقى يا باشا؟ تفهم انت عايز ايه وهتعمل مع مين. و انا كمصري المفروض لازم افكر بالعربي، بس انا مع الاوروبي انا ما بفكرش باللغه العربيه، بفكر بالالماني او بالانجليزي. دي تبقى الثقافه اللي بتعلم بيها. مش شرط اكون عارف كل حاجه، بس ابقى على الاقل فاهم الاساسيات. انا فاكر مثلا في شهر 11 مثلا او شهر 12 كان في حاجه اسمها ثانكس جيفنج اللي هو بتاع امريكا. مثلا انا كان معايا شاب امريكي كنا في مشوار، فقال لي بكره ولا بعد بكره هنحتفل بالامريكان ثانكس جيفنج، لو انت عايز تيجي تحتفل هيبقى انا وهو ومراته واولادهم وحد من معانا من في مكان كلهم مرتبطين فيهم مع بعض يعني بدون ذكر تفاصيل يعني. فقال لي لو حابب تيجي تنبسط معانا كلنا يعني. فقلت له انا صراحه انا عندي ميعاد، لان انا برفض اي حاجه فيها حاجه حرام يعني. فانا قلت له انا مش هاجي، عندي ظروف مشوار ما اعرفش. بس ده طبيعي بتكيف. انا ما كنتش عارف يعني ايه ثانك جيفنج بتاع امريكا ده، عرفت بعدين ان هو اصلا ده حاجه كده يعني حاجه حلوه عندهم يعني، حاجه زي عيد بالنسبه لهم. فممكن تتكيف بسرعه ازاي؟ انك تشربش حشيش ازاي. تلعب رياضه بتحبها، مثلا تبقى تنس اللي يعني انا هلعبها مثلا ان شاء الله يوم السبت، اكون خلصت الكليه، الجو هيبقى جميل هروح الكليه، خلص الكليه على الساعه 3 4. بعد كده هغير هدومي، البس هدوم اللعب، وبعد كده نلعب بقى لحد ما نخلص. كده كان النهار طويل يعني. احنا دلوقتي الساعه 6 الا ربع او 7 الا ربع بالليل، ولسه المغرب بيأذن 9 بالليل. انت فاهم احنا فين؟ 9 بالليل المغرب بيأذن 9 9 الا 5 دقايق بالظبط بالليل. والعشاء امتى بقى؟ 10 ونص بالليل. فانت لسه انت نهار طويل جدا. فطبعا بس انا محتاج انام طبعا عشان عندي بكره عندي امتحان. عايز اعيط والله. الحمد لله الحمد لله. فانت لازم تتكيف على الوضع اللي انت فيه. بتتكيف ازاي؟ بتفهم طبيعه الواقع، بتتعامل مع الناس، بتشوف الطبيعه. انا لسه احكي عن تجربه ما هنعيشها في الفتره الجايه في الماجستير، بس ما ينفعش اتكلم عنها عشان في تفاصيل كتير سريه، مش من حقي ان انا اتكلم عليها. بس ان شاء الله لو ربنا كرمنا ونجحنا فيها هتكلم عليها. ممكن حد لو حابب يشارك يوم من الايام السنه الجايه ولا حاجه اقول له عليها، بس انا ما اقدرش اتكلم فيها دلوقتي لان انا مش من صلاحياتي انا كطالب اتكلم فيها مع حد على السوشيال ميديا. انت رياضه، فن، تطوع، تدلع نفسك، السوشيال ميديا كونتنت باللغه اللي هم بيفهموها. انا بتكلم بالمصري عشان عايز اتكلم مصري. انا جت عليا فتره حاسس ان انا عايز اتكلم مصري جدا كمان. انا مش عايز اعمله بالانجليزي ولا بالالماني، مش عشان انا مولود في كاليفورنيا ولا مدينه جبل طارق. مدينه جبل تامر. لا انا عادي، انا مش شرقي، بس انا عايز اتكلم مصري عشان انا عايز اتكلم مصري. فدي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا للسيلف استيم بتاعي انا الشخصي. عشان بس انا ليه ما اعملوش بلغه ثانيه واعمل ترجمه بالعربي؟ لا انا عايز اتكلم بالمصري. انا عايز اتكلم. انا ممكن اخلي بقى في يوم من الايام الترجمه بالانجليزي، دي حاجه ثانيه، لكن انا عايز اتكلم مصري الحمد لله. الجزء الايجابي ان الاختلاف ده حاجه حلوه قوي. يعني انا كنت سمعت جمله للاستاذ محمد النادي اللي هو بيطلع على السوشيال ميديا دلوقتي في امريكا. كان حد من الشباب ساله سؤال، قال له لو انا عايز اتنوع ثقافيا والحاجات اللي هي الكلام الكبير ده، فقال له عيش تجربه مع ناس جديده، عيش تجربه مع ناس مختلفه، ما تفضلش مع نفس الناس كل يوم تتقابلوا على نفس القهوه تتكلموا في نفس المواضيع الحاجات دي. الكلام ده حقيقه فعلا. في علم الاجتماع ده كلام مؤكد جدا في النقطه ديت، انك تتنوع الثقافه، تتنوع الحوارات باساليب مختلفه. فدي حاجه كويسه جدا اللي هي بتساعدك ان انت تتاقلم على الوقت، تتاقلم على الحياه، تتاقلم على التغيرات اللي موجوده حواليك. انت عارف ان انت جربت ما تتعامل مع حد قبل كده وهو اكيوريت 100%؟ هو ده هو ده الواقع اللي بتكلم فيه. فدي صراحه. وطبعا مع الوقت الصراحه علمتني الانتقاد، وبنتقد بشكل عنيف. يعني انا في الشغل للاسف بنتقد بشكل اوفر. بس اكتشفت ان ده ميزه بتسهل عليا الفهم والتعامل في الكليه، ان انا بنتقد جامد. فانت مطالب انت كباحث علمي او مبتدئ يعني بذرة باحث علمي، فانت مطالب انك تكون منتقد جدا كمان.
بس طبعا انتقاد بناء مش انتقاد سلبي، عشان بس الفرق كبير. انا فاكر واحنا كنا قاعدين انا في نفس المكان ده بس قدام جوه شويه، كنا قاعدين احنا 3 بنتناقش في حاجه في خلال ربع ساعه، كنا بنتناقش في 3 مواضيع. موضوع من المواضيع في الربع ساعه دي احنا بنتكلم على انتقاد لحاجه لها علاقه بالنظام الصحي في المانيا. انا بنتقد عادي، كل واحد بينتقد من اسلوبه من وجهه نظره طبقا اللي احنا اتعلمناه في الكليه. احنا اتعلمنا حاجات برضه مش الحقيقه ان انا اتكلم عليها دلوقتي، ما عنديش صلاحيه، بس ده واقع يعني. فانا قلت لهم في الاخر يعني ما حدش يفهم ان انا بنتقد عشان انا فخر بمصر. قلت لهم ما حدش يفهم ان انا بنتقد عشان ده سلبي ولا ايجابي، وانما انا بنتقد بشكل بناء طبقا اللي احنا اتعلمناه. قالت لي بالعكس احنا فرحانين انك بتنتقد حاجه زي كده وبتوضح لنا ان احنا في حاجه احنا بنحاول نصلحها، كلنا بنصلح يعني، محدش فينا بيرفكت. اللي هو بخاف الصراحه يعني، انا بخاف اللي هو الفيس ماسك اللي بيطلع لي في النص ده بيخوفني سيكا شويه. بس انا بالنسبه لي طالما بنتقد بحلالي وباحترامي شكرا يعني، فمش ندمان على حاجه الحمد لله. بس انت دايما لازم تتعود ان الصدمه حتى الصدمه هي مؤقته، فهي في الاخر هي مع الوقت هتروح تبقى مع الحياه وتجاربها العنيفه فهتنسى اللي فات. يعني انا كل ما حد يقول لي انت فاكر 5 سنين، انت بقالك 5 سنين في المانيا، فانت مش متخيل انك بقالك 5 سنين في المانيا. قلت له انا متخيل، انا كل يوم بعدهم انا بقالي 5 سنين حرفيا، فلا انا بعدهم كل يوم حرفيا يعني. انا فاضل بالظبط حرفيا هتعمل 5 سنين كمان 18 يوم، لا اقل من كده كمان 15 يوم بالظبط، النهارده 5 الشهر 15 يوم واتم ال5 سنين بالملي. مستوعب حاجه او مستوعب حاجه زي كده؟ الموضوع لا صدمه ذكريه عنيفه، بس هي تحدي يستاهل يعني. انا فاكر انا من الاحلام اللي كنت اي خطوه خدتها في حياتي، اي قرار عنيف خدته في حياتي كان دايما في بلان ايه وبلان بي، الا قرار السفر كان بلان ايه بس، وده وان ديستنيشن، لان ما كانش عندي حل تاني. عراي كان في حد بيتكلم هو انت عندك حاجه تخسرها، انت خسرت كل حاجه، هو ده انت عندك كده تخسر. انا ما عنديش حاجه، ما كانش عندي حاجه اخسرها ساعتها، لان انا واخد وان واي ديستنيشن without ريتيرن، يعني ما فيش ريتيرن اصلا يعني. على راي بالمثل المصري حرقت المراكب اللي هترجعني او حاجه زي كده يعني. فالتجربه دي علمتني حاجات كتير قوي، منها مش كل الناس هتحبك ده الطبيعي، ومش انا احب كل الناس ومش مضطر احب كل الناس ولا كل الناس مضطره تحبني، بس على الاقل اكون صريح مع نفسي قدام ربنا وقدام الناس ان انا تمام. صريح وواضح ومحترم واسلوبي محترم، تعامل اجتماعي محترم، اخلاقي خلقي الحمد لله محافظ عليها، بس بتاكل الله في اللي اقدر عليه. وربنا يقدرني على فعل الخير. انا دوري بعمل ايه؟ انا جاي اوضح لك صدمات بسيطه، ده جزء من الواقع. انا اسف لو اسلوبي فيه حاجه غلط او في حاجه مش عاجباك، بس ان شاء الله تكون ضافت ليك حاجه ليك انت شخصيا في التجربه الجميله دي. الحقيقه انا اعتبر خلصت الفيديو، بس حابب اقول لك لو انت عندك تجربه ولا حاجه عايز تحكيها او تجربه جميله عايز تعيشها، تكتبها في كومنت والناس تشوفها بعد كده ان شاء الله نتناقش فيها بعدين، ده شرف ليا. نشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. في رعايه الله، مع السلامه. تحياتي ليكم من مكتبه الكليه، مكتبه الجامعه كلها. لازم اطلع اذاكر دلوقتي تاني عشان عندي كمان ساعه ابدا اتحرك على القطر عشان يوديني البيت، لان لازم انام شويه. بدوب بعد ما اطلع ساعه اخلص الماده اللي عندي، الجزء اللي عندي واظبطه واجهز الملفات بتاع بكره، ونصبح على خير ان شاء الله. يلا في رعايه الله. تحياتي مني ليكم من المانيا لشنطه بقى من مصر، من دول عربيه دول اجنبيه، شرف ليا. ونشوفكم على خير ان شاء الله في مرحله ثانيه جديده باذن الله. مع السلامه.